أروع مشهد هو مشهد الصليب. تقعد تبص ليسوع المصلوب وتقول له من فضلك علمني، اديني قوتك. احنا محتاجين ايه بقى؟ قوة ايه اللي عايزينها؟ انا عاوز قوة احساسه بيك. هو تألم جدا فيقدر ان يعين المجربين. انت في حاجة في بقك لبانة كده، محدش حاسس بيا، اسمعها كتير من الولاد والبنات، محدش معبرني. انت مش لوحدك، هو اشترك معك، هو اتجرب في كل شيء ما عدا الخطية، اتألم بيشاركك، انتش لوحدك. وتقف قصاده، ايه العري اللي انت على الصليب ده؟ ايه السياط اللي اتضربت بيها؟ ايه الشوك اللي في راسك؟ ايه الدم اللي نازل ده؟ احساسه بيك. عاوز قوة ان انت تحس مش لوحدك، اقف قصاد الصليب. يمكن تكون النهارده الاجتماع ده كله عشان يوصل لك رسالة: انا حاسس بيك، حاسس بوجعك، حاسس بألمك، حاسس بتعبك، حاسس قد ايه ان الناس تعبوك. ما هم تعبوه. مين اللي تعبوه؟ اللي تعبوه تلاميذه، اللي سابوه، اللي تعبوه الناس اللي عمل معاهم معجزات هذا عددها، ونكروه وقالوا اصلبوا. انت عندك وجع من الناس، وايضا اتبلوا عليك، وايضا انكروك، وايضا اهانوك، ويسوع يقول لك انا حاسس بيك. يكفيك ان المسيح حاسس بيك. كل ما تقف قصاد الصليب قول له: يا رب اديني قوة اللي انت عايزها. لو قضيت عمرك كله واقف امام الصليب ما يكفيش، يديك قوة غير عادية.